السلام عليكم واهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم رغدة شعيب وفيديو جديد ويوم جديد كله نشاط باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صباح الخير، صباح السعادة، صباح الرزق، صباح النشاط. اول حاجة طبعا هنفطر، وفي الفطار هقول لكم على مقترحات كده للفطار للسندوتشات هتعجبكم جدا ان شاء الله. وكمان وانا بعمل الغدا جت في دماغي فكرة فظيعة، فقلت ايه اقول لكم عليها علشان تساعدكم ان شاء الله في اللانش بوكس بتاع الولاد. طبعا احنا هنا في السعودية بدأنا لينا اسبوعين، ومصر ان شاء الله هيبدأوا الاسبوع اللي جاي. فهتلاقوا في الفيديوهات بتاعتي مقترحات لللانش بوكس كتير بإذن الله. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو عشان تشجعيني وتدعميني استمر. طبعا اللبن للولاد والشاي لينا، وكمان حمرت لهم بطاطس. طبعا الولاد بيحبوا البطاطس كده من غير اي حاجه، ممكن كاتشب معاها وخلاص، لكن قلت نعمل ايه سندوتشات لينا ليا والزوج يعني. فعملت نوعين من السندوتشات اللي انا بحبهم جدا. اول سندوتش بحبه قوي اللي توست مع الجبنه الرومي. بيكون طعمه حلو، وكمان لما الجبنه تسيح. طيب انا لو ما عنديش توستر او جريلا او مايكروويف اعمل ايه؟ بكل بساطة انا احيانا بصراحة بكسل اشغل الميكرويف، فبجيب الطاسة، اي طاسة تيفال عندك، وهتحط السندوتش على نار متوسطة. مجرد ما ياخد لون من الناحيتين هتلاقي الجبنة من جوه ساحت وبقى طعمها حلو جدا، وكمان التوست هيقرمش شوية وهيتحمص، فهيكون طعمه لذيذ جدا بصراحة مع الشاي. كمان عايزه اوريكم حاجه، خبز التورتيلا او خبز الشاورما زي ما تسموه. انا جربته في مصر كتير جدا، وجربته هنا من كذا مكان، بس احلى خبز تورتيلا بصراحه دقته وطعمه حلو جدا في الشاورما في سندوتشات الفطار. النوع ده من الدانوب، بصراحة المخبوزات بتاعة الدانوب ممتازة كل أنواعها. عن تجربة جربوا المخبوزات، لو اللي عندك فرع للدانوب جربوا المخبوزات بتاعته. بصراحة حلوة جدا، ممتازة. فانا جبت خبز التورتيلا ده، وعندي بطاطس مقلية من ان انا حمرتها للولاد. خدت شوية مع شوية اي نوع جبنة بقى، موتزاريلا رومي، انا هحط هنا رومي، موتزاريلا، شيدر، اللي انت عايزاه الجبنة المتوفرة عندك. هتحطي كده في الطاسة رغيف التورتيلا، وتحطي البطاطس والجبنة وتسيبيه يتحمص كده من الناحيتين. برضو من السندوتشات المشبعة السريعة اللي ممكن برضو تحطيها للولاد في اللانش بوكس بتاعهم، وبيكون طعمها حلو، وكأنك ايه مديه سندوتش فخم، مع ان هو ايه بسيط جدا جدا. وطبعا الولاد بيحبوا البطاطس، وزي ما قلت لك اي نوع جبنه عندك متوفره تقدري ايه تحشي بيه السندوتش ده. فطار ايه جامد بولا حاجه. انا بصراحه بحب افيدكم باي حاجه، يعني اي حاجه بجربها لازم اقول لكم عليها، دي لا حلوه، لا دي وحشه، لا دي طعمها حلو ودي جميله. فان شاء الله باذن الله تكون فيديوهاتي مفيده ليكم بامر الله. بس ولا اي حاجه كده، الساندوتش بتاعي جاهز. زي ما قلت لكم تقدروا تحطوا في لانش بوكس للولاد باي حشوه تحبوها. بصوا هتلاقوا الجبنه كده سايحه شويه، والبطاطس من جوه وطعمها حلو، والعيش نفسه من بره طعمه جميل. فطرنا بقى بألف هنا وشفا. يلا نرجع للمطبخ تاني، ما احنا ما بنخرجش من المطبخ بصراحة. بصوا البسكوت ده انا لقيت عليه عرض. البسكوت ده في مصر غالي جدا فلما لقيت الاتنين باكت كده مع بعض ب5 ريال فجبته علشان نعمل بيه ايه تيراميسيو. فانا هخلي الوصفة الفيديو لوحديها، لان ما تنسوش ان قناتي اصلا للوصفات يعني، فاحنا دخلنا ايه الروتينات فيها عشان افيدكم ببعض المعلومات اللي عندي، يا رب تستفادوا منها، وبعض الحاجات اللي انا بجربها وبتعجبني. بصراحة بحب افيدكم بيها. الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله هنعمل وصفة التيراميسيو مع بعض، وهقول لكم بقى كل البدايل، لان البسكوت ده غالي في مصر، فهقول لكم بقى ايه تستبدليه بايه بحاجة بسيطة خالص. وكمان الكريمة هنعملها بأبسط مكونات يعني. فان شاء الله استنوا الوصفة دي بعد الفيديو ده على طول ان شاء الله باذن الله تعجبكم. حلا كده سهل وسريع، وبيتاكل ساقع في الحر اللي احنا فيه ده، وكأنك عاملة حاجة فخمة وهو بسيط خالص. يلا بقى سيبنا من الحلا وندخل على الغدا. والغدا المرة دي انا قلت ايه هعمل بانيه، وكان عندي نص كيلو بانيه.
في الفريزر. فجت في دماغي فكرة بقى بعد ما تبلت البانيه، هتعرفوها في الفيديو. تتبيلة البانيه دي بسيطة جدا، وبالرغم من ذلك انا معتمداها ما بغيرهاش، لان هي بسيطة وبتدي طعم البانيه بتخليه في حتة تانية. زي ما بيقولوا كده السهل الممتنع، ان هو حاجة بسيطة بس بتديني النتيجة يعني احلى من اللي انا عايزاها. كمان ببشر بصلة كبيرة على حسب كمية البانيه اللي عندك. انا هعمل نص كيلو، وهقول لكم هعمل ايه تاني بعد كده. وعصير ليمونة كبيرة، ومعلقه صغيره مليانه من توابل الفراخ. توابل الفراخ دي انا جايباها من مصر، من كارفور، من احلى توابل الفراخ اللي انا جربتها. وفلفل اسود وملح. فلازم توابل الفراخ تكون حلوه كده عشان تديكي كل النكهات اللي انت عايزاها. بس فلفل اسود وملح. وتجيبي بقى صدور الفراخ، سواء انت عاملاها ستريبس او عاملاها بتقطيعه البانيه زي ما تحبي، ونحطها بقى في التتبيله ونسيبها في التلاجة. انا بعد ما جبت نص كيلو البانيه وحطيته في التتبيله، وانا اصلا عايزه انزل اشتري شويه طلبات، قلت طب ما انا اجيب نص كيلو كمان واتبل كل الكميه مع بعض، واحمر منها اللي انا عايزه نتغدى بيه. وكمان احمر جزء زياده لللانش بوكس بتاع بنتي بكره، لان هي قالت لي انا عايزه اخد بانيه معايا في اللانش بوكس. لا وكمان هفرز منه لاي زنقه. فقلت للدكتور يلا بينا بقى نروح السوبر ماركت نشتري بقى طلباتنا، ونشتري نص كيلو بانيه كمان. فسيبت البانيه يتبل في التلاجة، ونزلنا جبنا طلباتنا. انا نازله اشتري نص كيلو بانيه بس، ها احنا بننزل نشتري حاجه واحده نلاقي فتحنا بقى الحمد لله طبعا يعني. بس فرحنا السوبر ماركت اشترينا طلباتنا. هقول لكم هنعمل ايه بعد كده. عودوا ولادكم في اللانش بوكس على الاكل الصحي، الفواكه، الحاجات المعموله في البيت، البانيه، الجبن برضو كويسه، العصاير المعموله في البيت. انا دايما معوده بنتي كده الحمد لله. ممكن اخالف كده في مره كده بسكوته مثلا، علبه عصير معلبه. بصراحه لما بنعود الولاد على الاكل الصحي بيريحونا. طبعا رجعنا البيت، هنا 4 بيضات هحط عليهم ملح وفلفل. ليه 4 بيضات؟ لان انا هعمل كيلو بانيه. بعد ما رجعت بالنص التاني تبلته بنفس التتبيله اللي شفتوها في اول الفيديو، هي بالظبط. وبقى عندي كيلو بانيه هنتغدى منه، وهعمل منه لانش بوكس بكره، وهفرز منه كمان في الفريزر، سواء هحط في اللانش بوكس او وقت زنقه كده حمرت كام حته للولاد. طبعاً الولاد بيعشقوا البانيه فما بيقولوش عليه لا. عايزه اوريكم البقسماط. بما اني كنت في باندا فجبت نص كيلو ب2.5 ريال، عرض ممتاز. انا في البانيه بتاعي هو بيض عليه ملح وفلفل وبقسماط كده من غير اي اضافات. انا هنا بوريكم التقطيعات، مقطعه تقطيعات بانيه عاديه وتقطيعات ستريبس عشان اللانش بوكس زي ما انتم شايفين. البيض هنا ما بحطش عليه لبن، علشان اخدت بالي كده كذا مره احط على البيض لبن بحس ان الكفر بتاع البانيه بيفك. فبلاش لبن، هو بيض وملح وفلفل وبقسماط عادي خالص. اهم حاجه طبعا انا عملت لكم اصلا فيديو منفصل للبانيه في القناه، هتلاقوه. اكتبوا بس البانيه رغده شعيب هيطلع لكم بقى بكل تكاته. اهم حاجه بقى اغلف الفراخ كويس جدا اهو. اضغط بقى علشان البقسماط يمتص السوائل ويلزق على الطبقة الخارجية بتاعة الفراخ بالشكل ده، وما يفكش ابدا مني في الزيت. هخلص كل الكمية بالشكل ده، وهحمر منها طبعا جزء نتغدى بيه وكام حتة كده للسندوتشات، وهشيل الباقي في الفريزر. بصوا اهو ما شاء الله اللهم بارك، خلصت كل الكمية اهو متغلفة وزي الفل. وهبتدي بقى احمر للغدا. طبعا اليوم اللي بتدخلي المطبخ وبتعملي فطار وحاجه حلوه وغدا، وكمان تنزلي السوبر ماركت تجيبي طلباتك، بيكون يوم سحله، بيكون يوم صعب جدا بصراحه. ربنا يقوينا يا ربي ويعيننا ويجعلنا كده يستخدمنا ولا يستبدلنا ابدا يا رب، ويجعلنا في كلنا صحه وطاقه عشان خدمه بيتنا واولادنا يا رب العالمين. هحمر اهو، شايفين اللون ذهبي وشكله يجنن اهو ما شاء الله. وطبعا البانيه تقدري تحمري جنبيه بطاطس. انا بسلق مكرونه الولاد بيحبوها كده مع شويه مخلل وشويه كاتشب، يا سلام غدا جميل. اجي بقى في العلبه بتاعتي او حتى لو كيس تلاجة وارص بقى اللي اتبقى مني
في العلبة. اهم حاجة تحطي بين كل طبقة كيس تلاجة او ترش بقسماط، الاتنين ينفعوا. يعني لو حطيتي كيس بين كل طبقة تمام، لو رشيتي بقسماط كده بين كل طبقة برضو تمام، علشان هي لما بتريح في الفريزر بتنزل شوية سوائل عشان ما تلزقش في بعض وتلاقيها عجنت. لا، كل طبقة بانيه هتحطي رشة بقسماط، وهكذا لغاية ما تخلصي كل الكمية وتحطي العلبة بتاعتك في الفريزر. انا بسميها بصراحة العلبة المنقذة. في اي وقت الولاد جعانين بحمر الكمية اللي انا عايزاها، او لما مزنوقة مثلا في اللانش بوكس بحمر بقى واحط في السندوتشات مع ثمرة فاكهة او خضار، خيار او جزر، يبقى لانش بوكس محترم فيه كل القيمة الغذائية ان شاء الله. بألف هنا وشفا. وده كان الغدا بتاعنا بألف هنا وشفا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه وقنا عذاب النار. اتمنى اكون خفيفة عليكم، وانتظروني في وصفات كتير وتكات اكتر، وما تنسوش اللايك والشير وتدعموني بكومنت حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.